ليه لما حد بيفقد الذاكرة مش بينسى اللغة والكلام؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف الأول إن إحنا عندنا نوعين من الذكريات. النوع الأول اللي هي الذكريات المتقطعة، ودي اللي إحنا بنرجع لها لما نعوزها، زي الناس اللي نعرفها والمواقف اللي بتحصل لنا في حياتنا، ودي بيكون مسؤول عنها جزء في المخ اسمه الهيبوكامبس أو الحصين، وبيكون موجود في الجزء الصدغي من المخ، وده برضو اللي بيفكرك إنك تعمل لايك واشتراك. والنوع التاني اللي هي الذكريات الخاصة باللغة والكلام، وده موجود في منطقة بروكا اللي موجودة في فص الجبهة. فقدان الذاكرة بقى اللي احنا عارفينه وبنشوفه في الأفلام على طول غالبا بيكون ناتج عن إصابة الحصين اللي مسؤول عن المواقف اللي حصلت لنا وكده. أما الجزء المسؤول عن اللغة والكلام فبيكون سليم، بس ده ما يمنعش إن في حالات لو حصل إصابة كبيرة شوية وصلت للأجزاء دي فبكل تأكيد اللغة والكلام هيتأثروا.